النهارده هنعمل السوشي اللي عملناه قبل كده بس بشكل تاني مختلف. برضه هنحط الرز بتاعنا، الرز المسلوق اللي من غير ملح ولا زيت، نبدأ نفرده في الورقة. ايه؟ اهو مليناه رز، بعد كده هنقلبها على وشها كده. تمام. هنبدأ نحط مع بعض الكابوريا، خيار، مشروم، اي نوع احنا عايزينه. نحط مايونيز. فاهمة يا ماما الكريم؟ فاهماني؟ برافو عليكي يا نوجة. نوجة فاهماني. وبعدين هنحط الكاتشب. كل ده في ظهر الايه السوشيهية كده. ايوه فهمت. وهنبدأ نلفها عكس. ايوه برضه هنحط الرز ونفرده. فهمتي يا ماما. بعد ما فردناه على ورقة السوشي برضه هنقلبها العكس كده. نبدأ نحط اللي احنا عايزينه. انا فهمت. المرة دي هنحط تونة، وممكن لحم السلمون، يعني عادي برضه اي حاجة تحطيها. انا بس عشان ما لقيتوش النهارده كنت هحطلكم على السوشي من بره. فهمتك يا ماما. تمام. ده لحم الكابوريا بس انا عاملاه ايه رقيق خالص كده علشان ما يبقاش تخين في اللف بتاعه. عشان جعانة او النبي. مع الكابوريا، ودي ايه التانية تونة. تمام. نبدأ نلفها بقى. دي بقى زي المرة اللي فاتت عشان افكركم احنا عملنا ايه. اول اللي ما شافش الفيديو اللي فات شوف انا المرة اللي فاتت عملت ايه فيه. المرة دي ما قلبتش الرز اهو، نفس القصة بتاعت المرة اللي فاتت بالظبط، مع اختلاف طبعا المكونات. بحط اللي انا عايزاه، يعني مش لازم احط زي ما انا بعمل، غيروا انتوا بطريقتكم. تمام. هنلف كده، ثبته بس بالكيس كده لغايه ما نخلص كل الايه الدوائر بتاعتي. السوشي اللي هو ان احنا لفينا الرز من بره زي ما انتم شايفينه كده اهو، وكل المكونات جوه. وده اللي عملناه المره اللي فاتت، الورق السوشي بره والرز هو اللي جوه. بيتعمل بكذا شكل وبكذا طريقه، جربوه مش هتخسروا. وطعمه لذيذ جدا من غير حاجات تقرف ولا حاجات ريحتها وحشه ولا اي حاجه خالص. اي صوصات جنبه وبالهنا والشفا.